الغربة هتاخد منك اهم حاجتين: الصحة وشبابك. ده غير طبعا اللي هتاخدك من كل الناس اللي بتحبهم وبلدك والكلام ده كله. فلو الغربة مش هتجيب الفلوس الفشخ اللي هي تحاول تعوضك عن صحتك وشبابك اللي انت بتضيعهم فيها، وعن اهلك وناسك وصحابك وبلدك وكل الذكريات في الاماكن الحلوة اللي انت بتحبها، ما تستاهلش. او مش هتجيب الفلوس اللي تخليك تبني مستقبل افضل، يبقى ما تستاهلش انك تتغرب وتضيع صحتك وتضيع شبابك وتضيع كل الحاجات الحلوة عشان غربة من غير تمن. الغربة كده كده مهما اديتك ومهما اديتك فلوس مش هتعوض اي حاجة او اصغر حاجة من اللي بتضيع منك في الغربة، بس على الاقل هبقى استفدت على قد ما اقدر. انما من غير ده وده يبقى انت كده طالع خسران 100%. هيطلع واحد يقولك يا عم احنا يا دوبك عاوزين نوفر 10,000 و12,000 ومش عارف ايه. هوفر بس مش على حساب صحتي، ومش على حساب شبابي، ومش على حساب كل الحاجات اللي بتضيع مني وبجيب فلوس ما تستاهلش. اللي اتغرب بس هو اللي عارف معنى الكلام ده، وهو اللي عارف ان كلامي صح.